عمرك شفت يوم قلب الدنيا فرحة بعد سنين زعل؟ اسمع القصة دي وهتفهم قصدي. النهاردة حصلت حاجة ما كنتش متخيل إنها هتحصل بعد كل السنين دي. مرات أخويا دخلت بيتنا النهاردة لأول مرة من 15 سنة. كانوا شبه القطيعة، والسبب أمي كانت بتغير منها بسبب إنها شاطرة ومحبوبة، وكانت دايما تلاقي سبب تتخانق معاها. المهم الخلافات كترت والست زهقت لدرجة إنها أقسمت ما تخطش بيتنا تاني إلا وهي في مكان لوحدها بعيد عن أي مشاكل. وفعلا أخويا خدها وابتدوا من تحت الصفر. قعدوا في مكان بسيط جدا، والظروف كانت وحشة جدا، بس هي كانت جدعة بزيادة. باعت ذهبها واشترت موبايل، وطلبت من أخويا يعلمها تستخدم اليوتيوب. عملت صفحة وبدأت تعرض أكلها وحلوياتها، وكانت بتشتغل ليل ونهار، وشافت أيام وحشة جدا، بس ربنا عوضها. الدنيا فتحت لها، وشغلها كبر وجابت بيت كبير وحديث جدا، فرشته بأحدث حاجات، وبقت مشهورة في المنطقة وبنات كتير بيشتغلوا معاها. والرغم من كل ده ما جاتش بيتنا ولا يوم، بس كنا أنا وأخويا بنروح نزورها ونطمن عليها، وجوزها وعيالها كانوا بيجوا، لكن هي لأ. لكن النهاردة حصلت المفاجأة. جات، وأول ما دخلت أمي ما صدقت نفسها، راحت عليها بالعياط وقالت لها: سامحيني، أنا ظلمتك كتير. ومرات أخويا بصت لها كده وحضنتها وقالت: هو في واحدة تزعل من أمها؟ الدنيا كلها كانت فرحة. قعدنا واتغدينا وضحكنا من قلبنا، وفي وسط الهزار أبويا قال لها بهزار: الأكل النهاردة مش عاجبني خالص يا بنتي. ردت عليه وقالت: ماشي يا عمو، الأسبوع ده كله إجازتي ومحدش هيعمل أكل غيري. وبجد كان يوم من أجمل أيام حياتنا. وفي آخر اليوم أمي أخدتها عند الصايغ وجابت لها 50 جرام ذهب، والحمد لله القلوب صفت والدنيا رجعت حلوة.